وعلى هامش انعقاد الدورة العادية لشهر يوليوز لمجلس جهة درعا تافيلالت الأسبوع الماضي، حاور مراسلنا إسماعيل أيت حماد رئيس مجلس جهة درعا تافيلالت الحبيب الشوباني حول مجموعة من القضايا تتعلق بالتسيير في الجهة، على رأسها قضية شراء سيارات رباعية الدفع لأعضاء المجلس، واحتجاج المعارضة على ما وصفوه بالتسيير المنفرد وغياب المقاربة التشاركية ولجوء البعض لتقديم الاستقالة. نستمع لمقتطف من الحوار. مستمعاتنا الكريمات، مستمعينا الكرام، أهلا بكم. عقد مجلس جهة درعا تافيلالت مؤخرا دورته العادية لشهر يونيو، حيث صادق على مجموعة من الاتفاقيات والمشاريع التي تهم فك العزلة عن الأقاليم وتأهيل الشبكة الطرقية بميزانية تبلغ حوالي 450 مليار سنتيم، واتفاقيات لتعزيز النقل الجوي في الجهة، إضافة إلى المصادقة على اتفاقيات أخرى. وشهدت الدورة احتجاج بعض أعضاء المعارضة على طريقة تسيير الرئيس، حيث قدم عضو المعارضة الحلم مربوح عن حزب الأصالة والمعاصرة استقالته من رئاسة لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة. وكان لافتا أيضا لجوء الحبيب الشوباني رئيس المجلس الجهوي لجهة درعا تافيلالت إلى أسلوب التصعيد، أولا تجاه وسائل الإعلام التي أعلن عزمه اللجوء إلى القضاء لمقاضاة بعض المنابر بسبب نشرها ما يعتبره أكاذيب وافتراءات وإشاعات، وثانيا في التصعيد تجاه خصومه السياسيين. في هذا اللقاء نستضيف السيد الحبيب الشوباني رئيس مجلس جهة درعا تافيلالت عن حزب العدالة والتنمية. السيد الحبيب الشوباني، أهلا بكم. لماذا التجأتم إلى هذا التصعيد؟ ما هي دوافعه ولماذا هذا التوقيت بالضبط؟ بسم الله الرحمن الرحيم. احنا في مجلس جهة درعا تافيلالت كنعتقد بأنه الذاكرة ديال درعا تافيلالت التاريخية والسياسية غادي تسجل واحد اللحظة مرتبطة بالجهوية وبتأسيس وتفعيل أول جهة اللي هي جهة درعا تافيلالت يوم 14 شتنبر 2015. كانت وقعت واحد العمليه انقلابيه مدبره في اخر لحظات التوجه نحو جلسه انتخاب. هذيك العمليه اليوم الجميع كيتذكر بانه هذه الطرق السياسيه اليوم اللي راها كتشتغل في الجهه في اطار الاغلبيه هي اللي حطتها وهي اللي مكنت من انتزاع هذه المؤسسه من واحد المؤامره اللي كانت كترمي الى تحويل هذا الاصلاح الى عبث والانقلاب على هذا المشروع الاصلاحي الكبير. وكنعتبروا ان ما وقع منذ ذيك اللحظه واللي تصاعد مع القرب ديال انتخابات 7 اكتوبر من حملات تشويش وتضليل اعلامي وكذب وافتراء كيدخل في نفس الاستمراريه ديال محاوله ارباك واضعاف العمل المجلس من بعد ما فشلوا في انتزاعه من ايدي هؤلاء الشرفاء اليوم اللي راهم كيناضلوا باش يعطيو قيمه لهذه الجهويه من خلال هذه الجهه ديال درعا تافيلالت. هذا المعطى كنعاود بعد ما دازت الضجه المفتعله المفبركه واللي مبنيه على الكذب وعلى الاختلاق ديال السيارات، دازت مع الكذبه ديال التعويضات ديال الرئيس والكذبه ديال السفر يعني لفيينا والكذبه ديال الكراء على ما قرب 500 مليون في الشهر والكذبه ان الاغلبيه مشات كرات الفندق على حساب المجلس الى اخره. واحد المسلسل ديال الكذب كيدخل في نفس المنطق ديال الاستهداف ديال واحد التجربه في اطار الجهويه اللي احنا حريصين باش نكونوا في مستوى هذا الاصلاح الدستوري ومستوى الثقه والتوجيهات الملكيه والخطب الملكيه. لهذا نقول باننا نفضحوا ما وقع ليله 14 شتنبر. كان معلومات اوليه كنجيو ان شاء الله في مناسبه بتوقيت مضبوط لكي نكشف تفاصيل هذه العمليه المدبره اللي وصل فيها الاغراء والضغط التاثير النفسي الى عرض مبالغ بحجم 400 مليون سنتيم على اعضاء اللي راهم اليوم في المكتب واللي رفضوها. كنقول هادشي باش نقولوا للناس اليوم اللي هما ربما بحسن النيه يمكن يكونوا ما كيعرفوش هاد الناس اللي في المكتب، يمكن يكونوا عندهم واحد الكليشيه واحد الصوره ستيريوتيبي ديال المنتخبين المنحرفين ان هاد الناس جاوا باش ياخذوا واحد الكاتكات. هاد الناس في كل فضل 400 مليون سنتيم، يعني الا بغينا ناخذوا بلغه الحسابات الطفوليه ان واحد الشركه دير 40 مليون هذا رفض 10 ديال الكاتكات دفعه واحده. كيفاش اليوم غادي يجي الانسان باش يدخل في هذه اللعبه الصغيره؟ اذا مادام هاد الناس مستمرين في اساليبهم ديال التشويش وديال الارباك وديال محاوله الضغط على المجلس، حنا ما غنجاوبهمش بالكذب والافتراءات، غنجاوبهم بالحقائق وبالمعطيات وبالتفاصيل. غنحكيو للمغاربه وغنحكيو للناس ديال درعا تافيلالت الفيلم ديال 14 شتنبر شنو وقع فيه، وغادي يعرفوا ديك الساعه شكون اللي كان تيقلب هذا البلد يفسدها وشكون اللي كانت دوافع ديال النهب وديال الاستغلال وديال الافساد وشكون اللي كان تدور المقاومه وكان عنده رؤيه تنمويه يعني ديال الخلفيه وهذا هو الاطار. ولكن ان شاء الله غادي المناسبه باش غنتكلموا على شيء بالتفصيل لكي يعرف الناس شكون هما اللي كانوا مع الاصلاح
وشكون اليوم اللي راهم كيتكلموا على على الفساد، وشكون هما اللي كيمارسوا على الفساد. بعد انتهاء اشغال دوره المجلس الجهوي لجهه درعا فيلالت، صرح سعيد شبعت عضو المجلس عن حزب التجمع الوطني للاحرار ان ميزانيه الجهه رصدت لها منذ اقرار الجهويه المتقدمه وبتعليمات ملكيه منذ 2011، وبالتالي لم تاتون بجديد بخصوص الميزانيه المرصوده. كيف تردون على تصريحات السيد سعيد شبعتو؟ اعتقد اليوم بان شبعتو يوم 15 يوليو هذه الدوره التاريخيه اللي عقدت في الرشيديه، واللي صدقت على واحد المجموعه كبيره من الاتفاقيات ارتكب واحد المجموعه من الاخطاء سياسيه واستراتيجيه. سي شبعتو اذا كان تيصدق الكلام اللي كيقول فكان عليه ان يصوت على هذه الميزانيه، على هذه الاتفاقيات وعلى هذا التوجه، لكنه بهذا الكلام وبالسلوك العملي وانه صوت ضد هذه الاتفاقيه. خص اليوم السكان ديال درعا فيلالت والسكان ديال الاقليميه يعرفوا بانه سي شبعتو اللي كيقول هذا الكلام هو صوت ضد انه الجهه تمتع بواحد برنامج طرقي كبير بغلاف 450 مليار. فاذا كان كلامه الاول صحيح اللي كيقول، المنطق الطبيعي ان نكون مع هذا المجهود ومع هذه الاراده ومع هذه الاعتمادات، لكن بما ان الامر ليس كذلك فصوت ضد ما يقول. ما هو ردكم على تقديم الحل مربوح عن حزب الأصالة والمعاصرة لاستقالته من رئاسة لجنة الميزانية والبرمجة بسبب ما وصفه بغياب المقاربة التشاركية في التسيير وانفراد الرئيس باتخاذ القرارات؟ هذه واحد الخطأ آخر ديال الإخوان ديال المعارضة، واللي فيهم اليوم السي الحل مربوح عضو حزب الأصالة والمعاصرة، لكي يعلم الرأي العام ما يلي. أولا احنا كان ممكن هذيك لجنة الميزانية والبرمجة اللي هي لجنة مهمة كان ما نعطيوهاش المعارضة أصلا، ولكن احنا بإرادة واعية عطينا لجنة الميزانية والبرمجة لعضو في حزب الأنصار والمعاصرة المعارض. إذا هذه كانت بالنسبة لنا واحد الرسالة واضحة بأننا بغينا في المسألة المالية ومسألة الميزانية كل ما علاقة بمداخل نفقات الجهة كل المعارضة حاضرة على مستوى رئاسة اللجنة. اشتغلنا بشكل عادي. هذه الاستقالة ديال السي المربوح مكتوبة وجاهزة أكثر من شهر ونصف، وأنا عيما أقول السي الحل المربوح تلقى تعليمات من جهة عندها علاقة الحزب ديالو. انا اعتقد هو غير مقتنع بهذا الشيء، ولكنه خضع للضغوط وجاء بها في هذه الدوره. الامر الاخر قدم تقرير للجنه الماليه، جمع اللجنه وخدم على جميع الاتفاقات تحدث عليه وتداول بكل شيء وتحفظ على ما شاء ان يتحفظ عليه. ما قالش كاين مشكل التشاركيه، ما قالش كاين مشكل ديال المعلومات، ورئيس اللجنه يعني عنده كل شيء. تاجينا نتكلموا على ثروه المعادن في الجهه. السي المربوح في تقديري ارتكب خطا سياسيا قاتلا، لانه لما وصلنا للاتفاقيه ديال تدبير الثروات المعدنيه كيدير واحد التزامن ما بين تقديم الاستقاله ديالته بواحد الطريقه اللي كان فيها الارتباك كما كان واضحا، وبين هذه الاتفاقيه بحيث هو رفض بوضوح انه يتفتح الملف ديال الحكامه ديال الثروه المعدنيه في الجهه. قال لك انا ما عنديش مشكل مع الخرائط الجيولوجيه والمعدنيه في الجهه، ما عنديش مشكل مع المعرض الدولي ديال المعادن، بل انا مستعد نقدم فيه الخبره ديالي، ولكن الموضوع ديال الحكامه ديال الثروه المعدنيه في الجهه انا هذه القضيه هذه ما تشاورتوش معايا وانا كنتحفظ. اذا الامور واضحه. الحل المربوح يعني نفذ تعليمات مرتبطه باجنده ديال جعل تدبير الميزانيه والبرمجه واللجنه ديالها ما تبقاش عند المعارضه، ولكن الاخراج مرتبك وكان ضعيف. ويطرح لنا اكثر من سؤال على السي الحل المربوح: لماذا ترفض كعضو في المجلس ان لا تكون هناك حكامه في تدبير الثروات المعدنيه في الجهه؟ هذا هو السؤال اليوم اللي خاص يجاوب عليه السي الحل المربوح، ماشي سؤال الاستقاله او عدم الاستقاله، لان الشيء كله ما يمكنش يقتنع باي واحد. بطبيعه الحال الاستقاله مرحب بها وقد وافقت عليها شخصيا، في انتظار ان شاء الله ان نعرضها على المكتب وان نباشر ايجاد شخص اخر مسؤول على هذه اللجنة إن شاء الله. أعلنتم أنكم قررتم اللجوء إلى القضاء لمقاضاة بعض المنابر الإعلامية التي قلتم بأنها تفتري عليكم وعلى صورة المجلس. هل شرعتم بالفعل في هذه الإجراءات؟ قضية المقاضاة ديال المنابر وديال المواقع اللي كتجرأ وكتبقى تنشر في الكذب قرار غادي يولي عندنا آلي اوتوماتيك، بمعنى أن كل مرة غتنشر شي حاجة على مجلس الجهة رئيسا او مكتبا او مؤسسا او اعضاء او لجانا سنلجا بشكل تلقائي ميكانيكي الى المقاضاه، ماشي دفاعا او غضبا لادواتنا واشخاصنا وكذا، لا، لانه اليوم احنا واعيين بان الفساد والتحكم عنده احدى الادوات المشوشه اللي هي الاعلام المنحرف. عدم الانتباه لهذا الشيء ربما يعني يغريهم بالاستمرار،
المجلس فوض للرئيس أن يتعاقد مع محامين وفي أسرع وقت أن نحيل مجموعة من الشكايات ضد مجموعة من الأشخاص ومجموعة من المنابر اللي هما متورطين في الكذب والافتراء والإساءة للرأي العام وإشاعة الأخبار الكاذبة أو التلفيقات أخبار وكتسيء الإعلام وكتسيء كل هذا المجهود اللي كيتبذل باش بلادنا تكون في واحد المستوى محترم على كافة المستويات. والناس اللي مسلطين عليه يقوم بأدوار رديئة وبائسة خصهم يعرفوا بأنه كاين دولة وكاين القضاء وأن أي واحد قال شي حاجة ماشي معقولة غادي يمشي يثبتها أمام القضاء وساعتها لا بأس أننا إذا كنا مخطئين أننا الجزاء ديالنا وإذا كان كذلك متآمرا على الديمقراطية متآمر على السياسة على جهة على مؤسسات يجب أن ينال جزاءه في إطار القوانين الجاري بها العمل. شكرا جزيلا السيد الحبيب الشباني رئيس مجلس جهة درعا فيلالت على استجابتكم للدعوة وشكرا على هذه التوضيحات. الشكر أيضا لكل المستمعات والمستمعين على حسن المتابعة. مع تحيات إسماعيل أيت حماد. إلى اللقاء. دابا كتسمع إذاعة الموسيقى المغربية شدا FM مع الأغنية